هو ايه اهم مهارة اتعلمها في 2026؟ ايه المهارة اللي لو اتعلمتها هخلي الكلاينت هو اللي يجري ورايا؟ ايه المهارات اللي لو اتعلمتها هتزود لي دخلي؟ ايه المهارات اللي لو اتعلمتها وعندي بيزنس هيكبر؟ هقول لكم النهارده على اهم 3 مهارات، واللي بقوله لكم ده مش صيغة مبالغة، ده واقع خبرتي بقالي اكتر من 5 سنين في مجال الديجيتال ماركتنج. اشتغلت مع ناس في امريكا، اشتغلت مع ناس في الخليج، اشتغلت مع ناس هنا في مصر، واشتغلت مع شركات ماركتنج، اشتغلت مع براندات عالمية، فانا اشتغلت كتير قوي. عارفة ايه السكيلز اللي عندك هتشتغلي حالا بتوفيق ربنا طبعا. هتشتغلي دلوقتي في الفيديو ده. كمان هختار بنت اعمل معاها استشاره مجانيه، عايز تسالني على ديجيتال برودكت، عايز تسالني على اي حاجه، انا هعمل معاها استشاره مجانيه. انا عايزه بس تسيب لي في الكومنتات، تسيب لي كومنت، وانا هختار بعد 7 ايام من نشر الفيديو ان شاء الله. واختار، هتلاقيها حطها على الجروب بتاعنا ده. هختار البنت واحط الاكونت بتاعها عشان المصداقيه. قبل ما اتعلم مهاره جديده، قبل ما افتح مشروع جديد، قبل ما اعمل حاجه لازم اعرف انا فين، البوزيشن بتاعي فين. في حاجه اسمها منطقه زرقاء ومنطقه حمراء. يعني ايه؟ يعني انا لو داخله في السوق منطقه الحمراء ده يعني في منافسين كتير، السوق مليان منافسين، ناس بتقدم نفس الحاجه اللي انت بتقدميها، نفس البيزنس بتاعك، فانا لازم اتفوق عليهم، لازم اعمل حاجات كتيره قوي زياده، لازم اعرف ان انا داخله على سوق المنافسه فيه شرسه، فانا لازم اتميز. او منطقه زرقاء، يعني ايه منطقه زرقاء؟ يعني داخله على سوق ما فيهوش منافسين كتير، هقدر احدد اسعاري، اختار سعر حلو، داخله على سوق اقدر العب فيه براحتي لانه سوق جديد. فانا لازم اعرف انا فين، المشروع بتاعي ده في المنطقه الزرقاء ولا المنطقه الحمراء، السكيلز اللي راح اتعلمها وعايزاه يكون مصدر دخل ليا في المنطقه الزرقاء ولا المنطقه الحمراء. السكيلز اللي هقول لكم عليها النهارده كلها في المنطقه الزرقاء. من اصعب المشاكل اللي هتواجهكم ان انتوا تستقبلوا فلوس من الكلاينت بتوعكم بره البلد بتاعتكم، يعني ناس من بره مصر كانت تبعت لي فلوس، الموضوع كان صعب، كومبليكيتد جدا، فدي اصعب مشكله هتواجهكم. انا حلتها ازاي؟ بعد تدوير كتير لقيت ان انا اقدر اعمل حساب امريكي دولي دولاري استقبل عليه كل التحويلات، او انا ابعت تحويلات ببلاش. الحساب ده تقدري تعمليه ببلاش، مش هيكلفك $1. موضوع سهل جدا وبسيط، مش محتاج بقى معلومات معقدة وبيانات معقدة، مش محتاج منك أي حاجة غير يا إما بطاقتك يا إما صورة الجواز بتاعك، فالموضوع سهل جدا. في أقل من دقيقة هقول لكم ازاي يكون عندكم حساب أمريكي دولي دولاري تستقبلوا عليه كل التحويلات. سهل جدا، تروحوا عندي في الديسكريبشن هتدوسوا على كاست، وبعد كده هينزل لكم الابليكيشن ده، هتخشوا عليه هتعملوا ساين اب، وبعد كده خطوات عشان الحماية. هتختاري البن، هتختاري الفيس اي دي، هتختاري التاتش اي دي، وهتختاري البلد اللي انت مقيمة فيها وايه الحاجات المتاحة عندك. يعني في مصر تقدري تستقبلي او تحولي فلوس لأي مكان في العالم، تقدري تشتري اي حاجة اونلاين من اي موقع عالمي، وكمان تقدري تستقبلي وتبعتي بالكريبتو عادي جدا. هنا هتحطي اسمك، بعد كده هتحطي حاجة اسمها ريفيل كود. ريفيل كود ده هيديكوا نقاط وهيديني انا كمان، فلو سمحتوا حطوا الريفيل كود. وهتخشوا هتدوسوا على open account unlock. دلوقتي محتاجين نعمل حاجة اسمها verified، هتعملوها في 3 خطوات. اول خطوة عنوانكم والمعلومات شخصية ليكوا. تاني خطوة هتختاروا ان انتوا توثقوا حسابكم بايه، يا اما رخصة القيادة يا اما البطاقة يا اما الباسبور. الخطوة اللي بعد كده هيطلبوا منكم ان انتوا تفتحوا الكاميرا عشان تتأكدوا ان ده انتوا، وبس كده. ما تقلقوش، امان جدا، ما فيهاش اي حاجة، انا شخصيا عملتها عشان اوثق حسابي. نيجي بعد كده على حاجة اسمها كارد، وهتختاري كارد المناسبة معاكي. انا اخترت اول واحدة دي، ودي فور فري. الحساب الافتراضي يعني ده حساب تقدري تحطي ابل باي، جوجل باي، تقدري تشتري اي حاجة اونلاين. لو عايزة فيزيكال بتقدمي عليها وبتدفعي $40 مصاريف الشحن. دلوقتي بقى عندكم حساب امريكي دولاري تقدروا تستقبلوا عليه اي فلوس من اي مكان في العالم، وتقدروا تبعتوا فلوس لاي مكان في العالم. هو الناس دلوقتي لما تيجي تعمل سيرش بتعمل سيرش فين؟ الناس استبدلت جوجل ببرامج الاي اي، شات جي بي تي، جيميناي، كلود. انا دلوقتي عياده او جيم او مستشفى او محل او براند، اسمي ليه ما يتصدرش على برامج الاي اي؟ شات جي بي تي لما اجي اعمل ايه احسن 5 جيم عندي في اسكندريه، فيطلع لي 1 2 3 4 5، وانا واحده عندي جيم، ليه الجيم بتاعي مش ظاهر؟ انا دلوقتي دكتوره تغذيه، اجي اكتب ايه احسن دكاتره تغذيه في مصر، احسن دكاتره تغذيه في القاهره، في اسكندريه، ليه اسمي ما يبقاش من ضمن السيرش ده؟ فانا هتعلم حاجه اسمها GEO،
وده معناها ان انت هتخلي محركات البحث بتاعت الاي اي لما تعمل سيرش اسمك يظهر فيها. فانا يا اما اتعلمها شخصيا لو انا عندي براند، عندي خدمه، او اشوف حد يعملها لي، اتعلم الخدمه دي عشان اقدمها للناس واخد عليها فلوس. ليه؟ ماركت جديد مفيهوش منافسه عاليه، تقدري تحطي السعر اللي انت عايزاه. طب انا اتعلمها ازاي؟ شو انا ما اعرفهاش. هتخشي على الاكونت ده وهتخشي تكتبي لي GEO، هبعت لك فولدر فيه كل الحاجات اللي تتعلميها وخطه التعلم، ودي من اهم المهارات اللي تتعلميها في 2026. طيب انا اتعلمت المهاره دي، ازاي الاقي كلاينت هقدم لهم الخدمه دي؟ هتعملي ايه؟ هتروحي تقابليهم وتروحي للعيادات اللي شغاله في نيش العيادات، تروحي تعملي استشاره مع الدكتوره وتفتحي موبايل تقولي لها لاحظت يا دكتوره ان اسمك مش موجود من ضمن قائمه السيرش دي، ايه رايك ان احنا نشتغل على خطه ان انت اسمك يظهر في القائمه دي، وانت مش هتظهري بس للعملاء اللي في المدينه بتاعتنا، لا انت هتظهري العملاء بره المدينه بتاعتنا، تظهري العملاء بره مصر. ايه رايك ان احنا ان اسمك يكون من ضمن السيرش، وتعملي كده مع كل الكلاينت المحتملين الموجودين في المدينه بتاعتك. بس لازم تشتغلي مع كلاينت كلاس A و B، لان دول اللي هيدفعوا ودول اللي هيكونوا مهتمين ان هم يظهروا على منصات الاي اي. طيب العملاء اللي مش موجودين في المدينه بتاعتي تبعت لهم رساله، انا لاحظت ان اسمكم مش موجود على GEO في شات GPT، مع ان انا شايفه ان انتم من اشطر الدكاتره، ايه رايكم نخش ميتنج واشرح لكم التفاصيل دي في ربع ساعه بس، انا محضره برزنتيشن واشرح لكم التفاصيل دي. واوعدك ان انت هتلاقي اول عميل، مش اول بس، هتلاقي عملاء كتير هيشتغلوا معاكي. في عملاء ممكن يسكتوا وياخدوا وقت ويفكروا ويرجعوا يشتغلوا. اهم حاجه ان انت تسعي وتعملي اللي عليكي، وان انت ما توقفيش، تفضلي تنزلي في محتوى وانت تشتغلي على المحتوى بتاعك عشان تسوقي لنفسك على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي الباور بتاعت الزمن ده، فلازم تشتغلي عليها عشان تسوقي لنفسك. تاني مهارة ما فيهاش منافسة وسوق لسه جديد، التسويق عن طريق بنترست. الناس دلوقتي لما تيجي تعمل ديكورات بيتها، تعمل الالوان، بتروح فين؟ بتروح بنترست. دلوقتي الناس لما بتيجي تدور على صبغات الشعر، الالوان، تدور على صور حلوه، بتروح فين؟ بتروح بنترست. بنترست الزيارات عليه عاليه جدا، بس ما حدش بيستغله في الوطن العربي ان هو يجيب مبيعات، ان هو يزود عملاء، ان هو يزود مشاهدات. فانا هشوف مين الفئه اللي تناسب التسويق عن طريق بنترست. مين؟ الناس اللي بتشتغل في الفرنتشر، مهندسين الديكور، مهندسين التصميم الداخلي. هروح اشتغل مع فئه واحده بس، فئه واحده، مثلا مؤلفين الكتب او اليوتيوبرز. اروح اشتغل مع فئه واتخصص فيها، اقول لهم مثلا هروح لليوتيوبر اقول له ايه رايك، انا شفت الفيديو بتاعك ده والفيديو ده حلو جدا بس المشاهدات عليه ما كانتش حلوه، ايه رايك اعمل لك خطه محتوى على بنترست تزود لك المشاهدات. او اروح لمحل فرنتشر بس يكون كلاس A او كلاس B مثلا، هقول له انا شفت الديزاينات بتاعتك حلوه جدا، ايه رايك لو انا ازود الوعي، الاويرنس بالبراند بتاعك، او ان انا اروح الانترنال ديزاين اقول له ايه رايك انت التصميم بتاعك بجد حلو جدا، ايه رايك اني اجيب لك عملاء جديده عن طريق حاجه اسمها التسويق عن طريق بنترست، انا بس متخصصه في بنترست، هزود لك عملاء، هزود لك اويرنس، هزود لك مشاهدات، سوق جديد ومحدش دخل، فانا هتميز فيه. طيب انا دلوقتي مش عايزه اشتغل مع السوق المصري، الموضوع لسه جديد، تقدري تشتغلي مع السوق الامريكي او السوق الاوروبي. بنترست ده بيدخل لهم ألوفات، حرفيا ألوفات الدولارات يعني يوميا من بنترست، من عن طريق الناس بتشتري على بنترست. انت لما تيجي تعملي سيرش على بيتك وتدوري على فرنتشر بتلاقي ديكور لحاجات حلوه قوي بس كلها بره مصر. طب ما نحط الحاجات اللي موجوده جوه مصر، او نحط الحاجات اللي موجوده جوه السعوديه او جوه الخليج او جوه الامارات، نسوق لها عن طريق بنترست. بنترست ابلكيشن قوي جدا، عليه مشاهدات عاليه جدا، فانا هتخصص في بنترست. ثالث مهاره انا اتكلمت عنها كتير قوي بس المره دي هتكلم عليها بزاويه مختلفه، الديجيتال برودكت، المنتجات الرقميه. انا ممكن اكون شخص تكنيكال، انا بعرف اعمل منتجات رقميه حلوه قوي بس انا ما عنديش سكيلز ابيعها، ما عنديش مهارات، ما عنديش خبره انقلها. فانا اعمل ايه؟ اروح للناس اللي عندهم خبره. واحد مثلا فاتح براند وفتح كام فرع محقق فيه نجاحات كبيره، واحده ست فاتحه براند عبايات مكسر الدنيا، او حد شاطر في مجال السيلز وعامل مبيعات خرافيه. هروح للشخص ده هقول له انت ايه رايك تستفيد من خبرتك وانت نايم، تجيلك فلوس كده وانت نايم وانت عايش حياتك انت ناسي ان عندك حاجه بتدخلك دخل سلبي، حاجه اسمها منتج رقمي. الناس اللي مش فاهمه يعني ايه منتجات رقميه، هحط لكم هنا الفيديو الاول والفيديو الثاني هتلاقيهم محطوطين هنا جنبي، ازاي وتفهموا يعني ايه منتج رقمي. هتجيلكم فلوس وانتوا نايمين،
انا هعمل لكم كل حاجه، هسوق لكم المنتجات الرقميه، والموضوع ده هيتكلف كذا وهيدخل لكم فلوس في رينج كذا، وهتعملوا له خطه كامله، خطه محتوى، خطه ميزانيه، خطه كل حاجه وتكلفه بتاعتكم انتوا. ايه رايكم؟ انا كل يوم من ساعه ما عملت فيديو المنتجات الرقميه بتجيلي ناس تكلمني تقول لي شروق احنا عندنا معلومات بس مش عارفين نعمل المنتجات الرقميه. ناس عندهم خبره بس مثلا ناس من اجيال قديمه فما لهمش قوي في الحاجات الديجيتال، فانا اتعلم ازاي اعمل منتج رقمي. اروح لدكتوره اسمها كبير، دكتوره فلانيه، اقول لها بصي يا دكتوره انا هعمل لك حاجه اسمها منتج رقمي، هيجي لك فلوس وانت نايمه، انت مش هتعملي اي حاجه غير انك هتنقلي خبرتك للناس اللي لسه بتفتح عيادات جديده، او الناس اللي لسه بتفتح براندات جديده، او الناس اللي لسه بتبتدي في اول الطريق. فالناس دي انت هتساعديهم، في نفس الوقت هتستفيدي. بدل ما هم يبتدوا من الصفر، لا هيبتدوا من 10 من 20. هيمشوا كام خطوه في طريقهم، هيتعلموا من الاخطاء اللي انت عملتيها لما جيتي تفتحي العيادات. فهو انت هتديهم كورس مكثف، الكورس ده هيتباع مئات المرات، ممكن الوفات. انت مش هتعملي اي حاجه غير ان انت هتدينا المعلومات دي، هنصورها مره واحده، وانت بقى هتعملي المنتج الرقمي، انت هتعملي كل حاجه. فانت هتكوني شخص تكنيكال، شخص هو اللي بيصمم المنتجات الرقميه دي ويسوقها. دي حاجه جديده محدش عملها، ما شفتش حد او ناس متخصصين ان هم بس يعملوا منتجات رقميه، هم بس انت هتجيلهم يعملوا لك المنتج الرقمي. وعلى فكره دي فكره حلوه قوي قوي قوي. انت كده هتكوني عملتي اللي عليكي، الباقي هو توفيق من ربنا. انت سعيتي وشغاله وما توقفيش، جربي شهر و2 و3 لحد ما تلاقي الكلاينت بتوعك المناسبين معاكي بس. وان شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات عايزين موضوعات عن ايه تاني.